بيكم في حلقة جديدة من هو مين قال. النهاردة موضوعنا حساس شوية وناس كتير بتخاف حتى تفتحه أو تتكلم فيه، موضوع دار المسنين. يمكن أول ما تسمع الكلمة يجي في بالك صورة حزينة، حد سايب أمه أو أبوه ورماهم في مكان بعيد عنه. يمكن تحسها قسوة ويمكن تعتبرها عار أو وصمة سلبية. بس هو مين قال إن دار المسنين حاجة وحشة؟ هو مين قال إن اللي يودي والده أو والدته دار مسنين يبقى عاق أو قليل الأصل؟ النهاردة هنجرب نفتح الموضوع ده بالعقل والقلب ونفكر بطريقة مختلفة عن اللي تعودنا عليه. أول حاجة لازم نسألها، هو احنا ليه بنعتبر دار المسنين عقاب؟ ليه دايما نحس ان اللي يودي والده أو والدته هناك كأنه بيرميهم أو بيتخلص منهم؟ طب ما احنا لو حد فينا تعب مش بنروح المستشفى؟ ولو محتاج رعاية خاصة مش بندور على دكتور أو ممرضة يساعدوه؟ يبقى ليه دار المسنين تبقى عيب؟ دار المسنين يا جماعة مش سجن ولا مكان وحش، بالعكس في أماكن كتير محترمة جدا بتوفر للمسنين أكل صحي ورعاية طبية وأنشطة وصحاب يقعدوا معاهم ويتكلموا وما يخليهمش يحسوا بالوحدة. طب مش ده أفضل من إن الأم أو الأب يقعدوا في البيت لوحدهم طول اليوم، مفيش حد حواليهم ومفيش حد يكلمهم؟ خلينا نتكلم بصراحة، مش كل واحد عنده القدرة البدنية أو النفسية أو حتى المادية إنه يشيل مسؤولية والده أو والدته كبار السن. في ناس عندها شغل من الصبح لحد بالليل، في ناس صحتها مش مساعدة، في ناس ظروفها المادية على القد، في ناس أصلا عايشة في بلاد تانية. هل معنى كده إنهم أولاد عاقين؟ لا طبعا، معناه إنهم بيدوروا على البديل اللي يضمن رعاية كويسة لوالدهم أو والدتهم. خليني أديكم مثال. واحدة ست عندها 3 أولاد وأبوهم توفى، هي كبيرة في السن وعندها أمراض محتاجة متابعة يومية. أولادها بيشتغلوا طول اليوم، واحد فيهم في محافظة تانية والتاني مسافر برا. يعملوا إيه؟ يجيبوا ممرضة في البيت؟ ممكن، بس هي نفسها هتزهق وهي قاعدة طول اليوم مع شخص واحد. طب ما لو راحت دار مسنين محترمة هتلاقي ناس في سنها يتكلموا مع بعض، يلعبوا مع بعض، يتفرجوا على التلفزيون، يحكوا ذكرياتهم، يعني حياة اجتماعية بدل الوحدة. في نقطة كمان مهمة جدا، احنا لازم نفصل بين الإهمال والاختيار الصح. الإهمال إنك تودي والدك أو والدتك دار مسنين وتسيبهم من غير ما تزورهم ولا تطمن عليهم، إنما الصح إنك توديهم مكان كويس وتفضل تزورهم وتشاركهم في حياتهم وتخليهم يحسوا إنك معاهم. دار المسنين مش نهاية العلاقة، ده بالعكس ممكن يكون بداية حياة أهدى وأفضل ليهم وليك. كمان مهم نفتكر حاجة، زمان الناس كانت عايشة وسط العيلة الكبيرة، البيت فيه الجد والجدة والأحفاد الكل مع بعض. لكن دلوقتي حياتنا اتغيرت، بيوت صغيرة، سفر، شغل، ضغط، فوجود دار مسنين كويس بقى حل واقعي يحافظ على كرامة كبار السن ويخليهم مش محتاجين يطلبوا من ولادهم كل حاجة. طب تعالوا نسأل سؤال صريح، ايه الأفضل؟ أسيب أمي أو أبويا قاعدين لوحدهم في البيت، يمكن يقعوا، يمكن يعيوا ومحدش ياخد باله، ويمكن يتوفوا من غير ما حد يعرفهم؟ ولا أوديهم مكان فيه دكاترة وممرضين وناس يرعوهم وأنا أزورهم باستمرار وأخليهم يحسوا بحب واهتمام؟ أكيد الاختيار التاني أكرم وأأمن ليهم. خلينا كمان نفتكر إن دار المسنين مش بس رعاية، ده كمان ونس. كتير من المسنين لما بيدخلوا المكان ده بيلاقوا صحاب جداد، يقعدوا يتكلموا بالساعات، يشاركوا بعض حكاياتهم، يضحكوا على مواقف فاتت. ممكن حد يكون قادر يخلي والده أو والدته معاه في البيت وده خير وبركة، لكن حد تاني مش قادر فيختار دار مسنين، وده مش عيب. العيب الحقيقي إنك تسيبهم يتألموا أو يعانوا من غير رعاية، أو تحطهم في مكان وحش وتنسيهم. في النهاية دار المسنين مش وصمة عار ولا عيب ولا عار على العيلة،
الصح إننا نختار لأولادنا وأهلنا الراحة والكرامة بالطريقة اللي نقدر عليها. الصح إننا نفضل جنبهم بالحب والدعم سواء في البيت أو في دار مسنين. المهم إننا ما نسيبهمش وما تخليهمش يحسوا إنهم عبء. واسأل نفسك دايما، هو مين قال